عارف اللقطه اللي هي الدنيا بتبقى قفلت معاك فيها، تلاقي نفسك نومك مش مظبوط، اكلك مش مظبوط، انتاجيتك مش مظبوط، حتى المود بتاعك مش مظبوط، بتتنشن بسرعه وبتتعصب، مش مستحمل حد يلمسك، وحتى قاعد على الموبايل عمال تقلب وانت متضايق من ان انت بتقلب، بس انت قاعد بتقلب في الموبايل مش عارف تعمل حاجه غير كده. احيانا لما بنوصل للحاله دي او اللقطه دي ان احنا بدانا نلمس في الاحتراق النفسي، بنبقى محتاجين نخرج بره واحد من التشوهات المعرفيه اللي بتاع عليهم كوجنيتيف ديستورشنز مهم جدا، اسمه الابيض او الاسود. احنا مخنا ساعات بيمشينا يا اما الحياه ماشيه سلنكتي ناعم، ودي بتبقى نادره قوي، بتبقى بتحصل فترات قليله، يا اما الدنيا ضلمه ومهمده وخلاص وهي خربانه. من الحاجات اللي بنكسر بيها البايس ده ان احنا بنعمل ايه، نبتدي نشوف ونفهم ان اللي حاصل ده انت ما صحيتش من النوم كنت كده، انت بقالك اسابيع من لم يكن شهور عمال بتبني في ضغوط نفسيه ورا بعض انت مش بتتعامل معاها، ما بين بقى مشاكل في الشغل، مشاكل في علاقات، حاجات بتاخد تاسكات اكتر من وقتك، ما بتاخدش اجازات كويسه، بتسهر ما بتنامش كويس، عمال تلخبط حاجات على بعضها، فعامله زي كره التلج فضلت تتكون 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 لحد ما فرقعت في وشك. فبيبقى احيانا الحل مفيش حاجه معينه هتدوس على زرار فيها تظبطك، احيانا بيبقى الحل ان انت بتقعد تاخد من الحاجات الصغيره اللي كونت كره التلج دي وتبتدي تسيح كل واحده على جنب عشان تقلل من حجم الكوره دي. فمن الاكسرسايزز اللطيفه جدا انك تقعد تلست حاجات صغيره سهل انك تعدلها في حياتك او تحسنها وتاخد فيها قرار لحظي. لما بنشيل لنا 5-6 حاجات من الحاجات الصغيره دول ممكن نفسيتنا تهدى شويه، ولما نفسيتنا تهدى شويه بنقدر نتعامل بقى مع المشاكل الاكبر. لو انت بتمر بضغوط نفسيه الفتره دي ومش عارف تتعامل معاه وبدات توصل الحاله اللي احنا بنقولها ديت، مهم قوي انك تفهم عن الضغط النفسي.